أنا اسمي الحركي دمهات يوسفية. اسمي كاظم سالم المحمد من قرية اليوسفية، مواليد ال90. 4 شباب 6 بنات. أنا دراسة ما درست بنوب. تركنا أول إحنا حياتنا الريفية، تعرفين أنت شلون يعني المعيشة كانت شوي بيها صعوبة يعني بالمعيشة أهلنا، وصار حين يعني عندنا حلال وعندنا غنم، وأنا كنت أسرح بالغنم يعني. سنة 2009 رحت على الجيش، سرحت سنة 2010 شهر 11. تعرفين كان أول بداية الثورة، يعني كانت يعني بي عنصرية، يعني إنه من الضباط إلا غيره، يعني شلون أقول لك إياها، يعني شلون بي إهانة بي أي شيء. كان يوم قبل ما نتسرح قالوا لنا بدنا نحتفظ بيكم، على أساس يحتفظوا بينا إجباري 2 يا 3، إنه على أساس يحتفظون بينا، بس الله جاب مش الحال ما احتفظوا بينا إحنا بالجيش. تسرحت رجعت هون أول سنة 2011، رجعت على القرية هون، عايشين حياتنا. تعرفين انت، نطلع بغنمنا عزبة، نطلع نروح نشتغل ضمن القرية، ما طلعت برات القرية يعني. لحد 2013 اجتنا جبهة النصرة والدواعش، علينا هاجموا القرية، على تل حميس، على جزعة، على الهول، وانتي طالعة المنطقة جبلية كامل. هاي أخذوها كامل هم، وإجوا عندنا بالقرية، قاموا يريدوا ياخذون القرية. تعرفين يجوا يسوون نقاط بيها، القرية ما نعت عنهم. كانوا الرفاق برميلان الشيخ يوميته، وجهاء القرية يوميتها طلبوا من الرفاق، قالوا تعالوا مشان تحمونا انتم، لأن انتم أخير من هذول. اجوا الرفاق عندنا، صاروا حطوا حاجز بيننا وبين الأجنيدية. يوميتها احنا نقول لها بالأحرى عد السيبات يوميتها. والله تعرفين قاموا الرفاق، تعرفين شو شكلوا، على اساس قاموا يشكلون كومينات، تعريف عن الحزب وعن الرفاق، شلون تعاملهم، شلون محبتهم وتسامحهم مع يقول الصغير والكبير والمرأة قسم من الرفاق صاروا بي من الشباب من القرية صاروا. هو الرفيق انضم عليهم الرفيق حسن، هو أول شهيد يعني بالمكون العربي من عندنا من القرية، هو الشهيد حسن. استشهد قبل رمضان ب5 أيام الشهيد حسن، بيننا وبين قرهوك يوميته. تعرفين القرية كلها طلعت هجت وين راحت على معبده. خذوا الرفاق اليعربية وجوا من الطريق جنيدية، الطريق الدولي، فاتوا على القرية ورجعنا على القرية احنا. كلت الكومينات وشلون الحركة وشلون الحزب وشلون فكر القائد يعني والمرأة. صار تعرفين انت شلون فعاليات يعني الإنسان، انه بيه تفرقة بين كانوا عندك هين والإجوك اليوم الرفاق، شلون تعاملهم، شلون يعني طيبتهم يعني مع الناس، كل إنسانية يعني الواحد يعني معاملين الإنسان. والله ليه ما أخذوا وصلوا لمنطقة جزعة. والله بالجزعة شي شهر واقفين هنا، الرفاق ما تقدم. تونا احنا قمنا، تعرفين الشباب اللي عندنا تو قامت تنضم. ليه ما شفنا الرفاق شلون تعاملهم وشلون شيتهم. أنا ظليت في هنيك، رجعت على الروس، ظليت نقطة هذا الجبهات اللي عندنا احنا قوات ديريك، كانوا طوابير يعني أقول لك العدد الطابور ايش قد يعني ما بينا 15. أول ما تشكل 15 واحد الطابور، بعدين صار 32 شخص بي 15 تروح يوميتها، تروح عليها حملة ضرب للنقطة بتبته، و15 تنزل. الرفاق يجون، تعرفين انه ما يعرفون السلاح، ما يعرفون شيء، يظلون الرفاق يدربونهم بالنقط
ثانية مثل الصادرية اللي قدام، هالنقط الأمامية هم ورا يدربونهم. ليه ما يتعلمون شغل شهر شهرين على السلاح؟ يعني كان سلاحهم متوسط، يعني مثل ما تقول لك يعني شلون على البكسي، على الدوشكة، على القاذف، كان الإبجة يوم يتزادن شلون إنه التساوى بين المرأة والرجل، أنها مثلها مثلك، تقدر قادرة على كل شيء تعمل. اليوم المرأة يعني الناس احنا كنا ننظر المرأة ما لها أي دور، يعني يقول شلون بس بالبيت، احنا عرب كامل نقول المرأة ما لها بيتها وأولادها، وبالآخر يعني شلون إلا ما إجت الحركة، عارفين انت قاموا الفكر شلون شوي يعني وسعوا إن المرأة وشلون الرفيقات يعني معانا اليبجة. وشلون كان يعني يحفزونا وحببونا يعني على فكر، أقول لك كنا يعني مضللين بالفكر، يعني عايشين لا شيء يعني همج. يعني من صارت الرفاق إجوا ونورونا على الفلسفة، فلسفة القائد، فكر القائد واللي درسوني إياه، واللي يحجونا عن الرفاق والرفيقات والمساواة بين المرأة والرجل. يعني يقول لك شلون صرنا يعني يوم تروح المرأة تشتغل يعني أمر عادي، يعني مثل اللي تقولين صرنا مثل الإخوان، يعني بهالجبهة بهالطوابير بهالدروس اللي كانت يعطوني إياها بالوردة، اللي كانوا يعطوني إياها الرفيقات، يوم تغلب الرفيقات من الوقفات على البلوردة الهن. يعني شلون كانت يعني الحياة حلوة، يعني شلون بسيطة كانت صارت معانا. احنا كنا نقول يعني يوم نشوف كنا مرة ايش تدور هاي لازم تروح تجي تقعد بالبيت، هاي ما لها شغل هاي هون. يوم شفنا شلون الفكر، شلون المحبة، شلون التآخي، يعني قمنا ننظر عليها يعني مو بين قريزة انه رجل وامرأة. يوم تكون معك تكون أخت بالجبهة، تكون لك يعني سند، مو إنه يعني يوم يقول تمشي قدامك هي أكون أختك ماشية قدامك. اجوا على المنطقة وقاموا يعني يقدروا يحجون، وصار عندنا حافز يعني إنه صار لنا القائد يعني أب روحاني، كمحبته طيبته، يعني شلون بساطته لنا، يعني إحنا كنا نحبه شي يعني والله ما يتصور عقل، يعني على طيبته، يعني نقول ككامل شي قدر نقدم. طلعت القائد ما نقصر. أول ما دخلنا إنه ليش؟ إنه نشيل الظلم عن أهلنا، عن إخواننا، تحرير أرضنا من هالفكرة جانا، فتنا على الحملة لتحرير الرقة من الظلم من أهل الرقة. كانوا يناشدون الرفاق ويناشدون الشيء إنه تحريرنا من هالظلم من هالشيء. ظلينا بالرقة بحي الصناعة، ظليت 10 أيام. كانت اليبجة معانا موجودة، دائما تكون هي الصدرية معانا. وقفت الحملة تقديمها بعد الجراج، صارت بيناتهم مفاوضات هدنة، وقف إطلاق النار. إيش قاموا يضربوننا؟ يفوتون علينا مفخخات. احنا نقطتنا واليبجة، السريان عن يسارنا عن ما ب 100 متر، نقطتهم فاتت بنزيرة مصفحة وهي كبيرة، سيارة كبيرة بين النقاط الرفاق. قاموا يصيحون على الغوردينات، فاتت السيارة شلون فاتتهم شلون؟ فات واحد من السلمين من الانتحاريين
مسكر عليها درابيات المحلات. عارفين الرفاق المحلات المسكرة ولا غيره ما لهم شغل بيه، ما مسكر إنه يكون ما يعتبر لا يجون عليه، إن كان مفخخات ولا ألقام ليزرية وحرارية إنه يطقن ما حد يقرب، لأن أغلب الرفاق استشهدوا بأسباب الألقام. أول ما صارت الألقام الليزرية والحرارية يحطونه بصفحة الحيط، مثل الحيط يطينون الحيط، أنت تمشي مع طوله على حماوة جسمك ينفجر. والله الصبح وإن على الغاردين الرفاق ينادون يقول جت فترة المفخخة بينات النقاط. عندنا كانت يومية المدرعة قدام البناية واقفة بجنب الجراج، بعد ما يحطون بالسيارة مفجرات يحطون بيها براميل بنزين، يوم تطق جوا البناية شلون تحرق، يوم تكب البناء أغلب الرفاق شلون صار بيهم، وتغبوا صار عند الرفاق خبر كل من تغبوا البنايات أغلبها ما بيها شبابيك، اللحد شوفينه اللي أغلبها يعني صار بيه شلوطت بالنار. بس استشهاد ما استشهد إلا رفيق واحد، ضلينا بيها إلا ما أجن ثوار منبج، دخلوا ثوار منبج عليها أول ما تشكلوا. كنا نجي يجون أهلنا، تعرفين أول ما يجي أي واحد يكون غايب تجي أهل القرية المحبة الأخوة، نحكي لهم شلون الرفاق كنا وشلون قاتلوا وشلون الرفيقات وشلون يعني شلون نسولف لهم، يعني ما يصير يقول معقول إنه هالشي هذا صاير، يعني معقولة هالمحبة هيك يعني الرفيقات شلون الرفاق شلون عليكم. بين الهول ضليت رجعتها مع بين الرفاق على أم الروس، صرنا شنو بنقطة تطويع تجنية للرفاق، انتسابات. كانوا يجون ينتسبون هنيك يدربونهم يظلون شهر شهرين وياخذونهم يجهزونهم من الرفاق وياخذونهم. قمت رحنا ونقول خيول الطابور الهين نروح على الهول على الخاتونية. جينا على الخاتونية ضلينا 3 أيام بالخاتونية، ونقول صار تحرير حملة تحرير الدير، ريف الدير ومرقدة والباغوز، أول بداية حملة الباغوز. احنا اجينا على المنطقة هذه كان قدامنا طابور الشهيد جقدار، طابور جقدار مو شهيد، احنا فات طابور الشهيد ذياب يوميتها. ضلينا بقرى الحجاج، المنطقة هاي سلموها تسلم، قاموا يصحبون منها من بلشت الرفاق، هذا أول يومين صارت فيها معارك. بعدها ما ضلينا متجهين على ناحية مرقدة من عند البر، فاتوا الرفاق من 3 محاور. الساعة 7 الصبح جونا الرفاق على الغاردينة، قالوا مشان تاخذون المدرسة مشان تجي القرية تصير بيها مشان تخدمون على البر. هسا احنا صرنا منها للبر يوميتها. جينا احنا 3 رفاق معانا واحد مدني، قاعدة بيته أخذناه معانا. فتنا على المدرسة كانت مفخخة يوميتها، 2 منا شطوا من الحيط، أنا رفيق النوب جينا من الباب. احنا شفنا الأسلاك، صارت عندنا خبرة إنه شلون تجاوزناهن. هذا واحد من الأسلاك كان مربوط رابطينه بطاولة مدرسة، احنا فكينا منه نفكه شيله نحطه على جنب، بس إنه ما واحد يدوسه من واحد شي مشان ما ينفجر ويقوم يشتغل. فتنا على المدرسة، فتشنا الطابق الأرضي كامل، طلع هذا الغنديل هذا محمد وراه، والمدني طلع على الطابق أول شي قدامنا معانا، كان مع الرفاق هو يوميته. أنا واقف لسه ما طلعت، ساند رفيق بإيدي تا يطلع، أنا أحس طرت
شلون أقول لك شلون أحس ما أعرف شلون صار. أنا رحت أحس أريد أنزل، هي لحظات بس تحسينها يا طولها. نزلت على الأرض بحيط بضمن المدرسة، حوش. أنا ارتجيت على الحوش اللي بضمنها، مفتوحة على السقف فوقي، بنائها كان دائري. قمت أنشف دم. أنا حسب الضربة عند الرفاق، البواريد على الدرج تبع رفاقنا ما أشوفهم، قلت خير راح أتقطعوا. ما بلحظات ينادون علي الرفاق، أرد عليه أسمع، يعني شلون أقول صوتهم، أسمع مثل إنك تكونين قاعدة ببير بس أدنات الشيء أسمع الصوت. هم ما هم بعاد عني. أنا صحت عليهم، هن ما يشوفون أنا من ورا الحيط، ما يشوفون هم على الباب، قاعد يفكون بالألغام اللي من هناك. والله فات علي واحد من الشباب ديار اسمه، حضني وقام يبكي. قلت له شو بيه؟ قال ما في شي، يريد يشيلني ما أقدر يشيلني. قلت له دار سحبني من الرخت، ما بيش سحبني. أنا أقول لك ما بي يمكن 10-20 تألف، طلع من برات الحوش ضمن البناء، اجاها باغنديل وإنه شايل بطانية. هو اسمه، قال لي تقدر يشيلونها؟ قلت لا أنا أقلب على البطانية. كنت أحس شلون أقول لك ألم عندي صار. أطراف جسمي توجعني من اللي يعني أقول شلون كان يطلع مني دم ما عاد يطلع. ضربة إيدي هين دم ما يطلع منها، عندي يطلع دم من وجهي بس. صابت عيني شفت ما أدري بيها لسه. رجلي صابت رجلي، يعني شلون أقول شنو كانت هيك مفتوحة، مردودات رد. خذونا على المشفى الميداني. أنا بعد ما حطوني بالسيارة أغمى علي، صحيت أنا بالمشفى الميداني. عالجوني، فتحوا لي فتحون. يوميتها زاد كان الطريق على الجبهة مسكر، قطعوا الطريق، ظل مقطوع من الصبح للساعة 4 العصر. احنا بس على التنفس. طون الرفاق ركبوا دم رفعوا، ظل واحد من الرفاق ماسك يظل يسوي لي مشان أظل أتنفس. جابوني على الشدادي، أول نقطة عطوني فيها على الشدادي. الشدادي غيروا ضماد لنا. قبل ما جابوني على الشدادي جابوني بفان، اجا دخلنا السيارات الإسعاف، قال ناخذ ونرجع. قال له لا أنا قربت أصل الشدادي، وخذوا انتوا روحوا سياراتكم مجهزة. أكثر معاي 2 بالسيارة بالبان. زاد الرفاق يعني الصوت، يعني تعرفين انتي توجعوا شنو هو، واحد يصيح رجلي واحد يصيح ايدي، يعني معي بالسيارة. انا ما عاد اقدر اتحرك، اسمع اشوفك يعني اني شي قبالي بس حكي ما اقدر احكي خالص. كملنا على المشفى بالشدادي، سوونا غيرونا ضماد، ركبونا دم، اعطونا مسكنات، ركبونا بإسعافيات. المشفى الشهيد ساري جينا عليه، كان يوميتها مسوين بيه تعقيم. كان المشفى شلون صاير بيه مثل الفيروس، ككادر طبي ما في. ونقول له خذوه على أقرب نقطة. أنا جيت عاد أخذونا، إحنا جابونا على شهيد خابات
وصلنا بالليل على مشفى الشهيد خابات. ضليت يومين بالعناية، ما أدري، ما أحد إجا، لسه ما أعرف شو إصابتي، شنو شيتي، ما أدري. اجتني أول مرة أبوي وأمي فاتوا علي. أمي تقول الحمد لله على السلامة تهلهل، تقول يوم الحمد لله ابني بطل، ابني ما في شيء، ابني دزلي ما أنت عارف. رجلي بيها جهاز تثبيت مضمدة، إيدي مضمدة، ما عندي شغالة حركة إلا إيدي اليسار. وإنه تقول لي أمي أنت ابني بطل، وأنت الحمد لله ما رحت على شرف ورحت على شيء. قلنا ترى يا نخم راحت، ما أعرف الطريقة اللي مشيت بيها، أعرف ما يحوج يعني تقولي لي، والمكتوب ما منه مهروب يعني رحنا ضحي الخاطر، عرضنا وبيتنا وشرفنا وكرامتنا، رحنا ما هو مشان أي شيء، نحن رايحين على شيء نقول ما يسوى إنه هسه وبعد يعني أقول لك شلون ماني متندم ولا أدي أي 1% بالندامة. هسه لو يديني الواجب هسه بهالوضع بهالحالة أروح أقدم منه، إذا عين ولا رجل ولا إيد، اللي ضحوا قبلي محنا أخير منهم، لأن هم سوس البطولة والرجولة لنا والشرف اللي خلونا آمنين ببيوتنا، اللي ضحوا قدامنا. احنا ما ضحنا يعني لا شيء، قدمنا مثل الرفاق اللي قدمت أرواح. رحنا بالشام، أنا تعالجت بالشام هنيك، يعني أقول لك تعامل كان لا يعلى عليه، كان من الرفاق، كان مثل تعامل أم وأب، طفلك وابنك ككامل. أنا ركبوا لي عيني بالشام، أول ما اشتغلوا لي بعيني، ضليت شهر كامل أنا بالشام هناك. شلون يجون الرفاق هنيك، أي دكتور يكون تريده أنت شاطر بالشام يجيبونه إلك. هم السكر فترة طريق بيننا وبين الدولة يوميتها، ضليت للسنة تارجع كملت علاجي مشان رجلي، سويتها بمشفى العباسي. كان يعني الرفاق تعاملهم غير، اللي يلزموا باشور ياخذونه على الشمال. ضحيت بيه مو خسارة، انك مسوي انجاز، واحنا يعني الامر الواقع احنا ما قدمنا شيء مثل اللي قدموا ارواحهم، اللي قدم نظرهم كامل، اللي قدم عاجز شلل، يعني اللي صار ما يقدر يتحرك صار فعلي. احنا ما قدمنا شيء، وهسه يعني نرجع ونقول كرفاق جرحى كامل، والرفاق يسمحوا لنا بأي شيء نقدمه، احنا جاهزين وراح نقدم أكثر من اللي قدمناه، احنا على حالنا. صارت عندنا نقول شلون، عندنا أمل من الرفاق وكلهم، لازم كل رفيق مع رب القائد لازم يقدم، يفك العزلة عن القائد ويطلع لنا القائد سبيل حريته، لأن هو ضحى بحريته لخاطر حريتنا احنا كشعب، لازم احنا نضحي لخاطر حرية القائد. دار الجرحى مو بس انه مصابين نقول لك انهم قاعدين بالاكاديميات، البلوردات، العلاج إلك، الترفيه إلك، يعني ما هم انه انت مصاب خالص اقعد بالبيت ما لك اي دور.
أي دور تريده، أي دور يجيبونك الرفاقة تقدر عليه أنت تشتغله، قاعد يوقفونك عليه عمل. يعني يقول لك شلون الفردسيون تبعنا والدار الجرح عندنا ما هي مقصرة علينا في شي بنوب. يعني البروردات، الفعاليات، المسيرات، أي شي الرفاق تخبرنا إحنا من نسمع يعني يكون في شي نريد نحن نطلع مباشر. يعني أحيانا نجي قبل ما يجونا، وما هو ندامة على أي شي ضحينا فيه. يستاهل بدأ وطننا، يستاهل قائدنا اللي علمنا أس الحياة والحرية والتعايش المشترك بيننا وبين المرأة.